السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا بقى نعمل غدوة حلوة قوي. نعمل شوية سلطة رنجة تحفة بطريقة سهلة وبسيطة وتغيير عن الرنجة العادية. يلا بينا على طول نشوف المقادير ايه هي. طبعا عندنا رنجة الحجم والكمية اللي تحبوها. انا جبت 3 رنجيات وهقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. تمام؟ كوبايه ليمون صغيره، كتري ليمون زي ما انت عايزه. تمام؟ ودي 3 4 معالق زيت. جبت بصلتين، بصلايه بحالها وبصلايه مقطعاها مكعبات صغيره. تمام؟ ودي طحينه برضو، كتري في الطحينه، يعني مثلا قد 3 4 معالق كبار طحينه، 5 6. الرنجه بتحب الطحينه. تمام؟ ده قرن فلفل حراق وقرن فلفل رومي مقطعاهم. الليمون طبعا للتزيين. عندنا التوابل، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه كمون، معلقه شطه، معلقه ملح. تمام كده؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هجيب الرنجه بتاعتي، هنضفها واقطعها وهقول لكم هنعمل فيها ايه. كده قطعت الرنجه بتاعتي وخليتها من الشوك ومن الجلد ونضفتها كده. تمام؟ بصوا خلاص كده. عايزه تشويها اشويها، انا مخليها نيه كده عشان ايه؟ بحبها ما تبقاش حادقه. تمام؟ هعمل ايه بقى؟ هجيب بوله عندي وهحط فيها رنجيتين بس، سمكتين من اللي انا جايباهم. انا جايبه 3، لو انت هتجيبي 2 هتحطي واحده وتسيبي ايه؟ واحده. انا هحط 2 كده وهسيب واحده بس مخليه، هقول لكم هنعمل بيها ايه. تمام كده؟ هعمل ايه تاني بقى؟ هجيب الفلفل بتاعي كله واحطه. حطيت الفلفل بتاعي، هحط البصلايه اللي بحالها. تمام؟ واسيب المكعبات. هعمل ايه بقى؟ هحط التوابل كلها، هحط الليمون كله، هحط الزيت كله. بصوا عشان انا مكتره، هنشوف لو احتاجنا زيت تاني هنحط. تمام كده؟ الطحينه بقى مش هحطها دلوقتي. هعمل ايه بقى؟ هضرب ده كله في بعضه بالخلاط او بالهاند بلندر، اي حاجه هتضربيها، او في الكبه هضربها وارجع لكم على طول. كده بصوا ضربتها نص ضربه. تمام؟ هعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هجيب بقيه الزيت بتاعي احطه وهحط الطحينه كلها. كده حطيت الطحينه وبقيه الزيت عندي، هضربهم ضربه كمان حلوه قوي وانعمهم كده والم الجوانب بالاسباتيوله وهظبط الدنيا وهرجع لكم تاني هقول لكم هنعمل ايه. كده ضربتها بالهاند بلندر او في الخلاط او في الكبه. بصوا بقت عامله ازاي. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا. المرحله الجايه بقى هنعمل ايه؟ قطعت الرنجايه السليمه، قطعتها مكعبات بالشكل ده، هحطها عليها كلها كده. وهجيب البصلايه المكعبات هحطها عليها برضو. وعندي معلقه كبيره خل، واقلب الكلام ده كله في بعضه. كده اكلتنا جهزت. بصوا عايزه اقول لكم تحفه، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. قطعنا بقى شويه بصل على فلفل على حبه شطه وخل. تمام؟ ودي البطاريخ اللي طلعت منها، حطيت عليها شويه زيت وليمون وطحينه. عملنا شويه بطاطس محمره. هتقولوا لي ايه اللي جابها جنب الرنجه؟ انا بحب الرنجه والفسيخ اعمل جنبهم بطاطس محمره. تعالوا بقى نرش رشايه كده بابريكا على الوش كده تدينا لون. بس كده. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا.
طعمها تحفة، تغيير عن الرنجة العادية. تمام، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. متنسونيش في اللايك والاشتراك، تفعيل الجرس، وربنا يديمها عنا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.